بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي الكرام من قناة عالم الارانب فيديو يستفيد، بنجدد لقائنا معكم. ارجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير علشان يصلك كل جديد من قناتنا المتواضعة. النهارده يا جماعة هنتكلم عن حلقة مهمة بخصوص التسمم الدموي وتحسين التسمم الدموي للارانب. امبول يا جماعة التسمم الدموي موجود حاليا في الصيدليات البيطرية. الامبول الاسباني ب 95 جنيه، العباسي ب 45 جنيه يا جماعه. طبعا العباس الاسباني انضف من العباسي يعني من وجهه نظري، لان ده المستورد، الامبول المستورد. طبعا شيء طبيعي يا جماعه، الغالي ثمنه فيه، الغالي يا جماعه ثمنه فيه. الامبول ده يا جماعه امبول لتحصين التسمم الدموي، بتحصن كل 6 شهور للارانب. كل ارنب بياخد نص سنتي، يعني الامبول ده 5 سنتي يا جماعه، بيحصن 10 حتات ارانب، يعني ذكرين و8 نتيان او ذكر و9 نتيان على حسب ايه المجموعه اللي عندك. فطبعا يا جماعه ده ب 95 جنيه، موجود حاليا في الصيدليات البيطريه، اسمه علاج التسمم الدموي الاسباني. ما حدش يجيب يا جماعه المصري، لان الاسباني هو يعني الخلاصه من الاخر كده يعني. لان العباسي بيتحسن كل 4 شهور، وبيقولوا خد كل 6 شهور، بس هو كل 4 شهور. وطبعا يعني الغالي ثمنه فيه يا جماعه، الغالي ثمنه فيه. طبعا ده الامبول يا جماعه اللي شيء طبيعي، انت لما تروح تشتريه من الصيدليه من اي واحد بيطري، لازم يا جماعه يكون معاه كيس تلج زي كده يا جماعه. ما تجيبوش من غير التلج، لان ده بيجي متلج في التلج بتاعه، لان من غير التلج يا جماعه الفيروس اللي فيه بيموت. لازم يا جماعه يكون درجه حرارته، يعني التلج يا جماعه دوت هو اللي بيحفظ الفيروسات اللي في قلبه يا جماعه، لان ده فيروسي، ده تحصين فيروسي. لو هو اداهولك من غير التلج ده يا جماعه ما تجيبوش. يعني لو انت رحت الصيدليه وعشان تشتري التسمم الدموي ده، لو ادولك من غير التلج ده يا جماعه جنب منه كده اهوت يا جماعه، لان ده اللي بيحفظ درجه حرارته يا جماعه. تمام؟ دهوت لو جبته من غير التلج ما تجيبوش منه، ما تاخدوش منه يا جماعه. ما حدش يجيب من غير التلج، ما تجيبوش. طبعا دلوقتي احنا هنوريكم هنحصن الارانب ازاي. ده التسمم العلاج معانا، ومعانا السرنجه والارانب موجوده. هنوريكم يا جماعه الارانب بتحصن التسمم الدموي ازاي. هنفتح كده يا جماعه، الامبول بيتفتح كده اهوت. هناخد نص سنتي، ترج الازازه كده يا جماعه، ترج الازازه عشان برضه الناس تاخد بالها، ترج الازازه. هناخد نص سنتي كده يا جماعه اهوت. هو تقيل شويه يا جماعه، هو منه يعني التحصين ده تقيله شويه. وطبعا بنستخدم السن الصغير بتاع السرنجه اهو يا جماعه. كده معانا نص سنتي اهوت يا جماعه، ما يزيدش عن نص سنتي، لان هو التحصينه نص سنتي يا جماعه، نص سنتي اهو يا جماعه. هنجيب الارنبه وهنحصن معاكم اهو يا جماعه. هنحصن معاكم يا جماعه الارانب بتحصن ازاي. ده نص سنتي يا جماعه، شيء طبيعي بتطلع الهواء اللي في السرنجه. تمام؟ تمسك الارنبه كده يا جماعه اهوت، وتحت الجلد اهوت ترفع جلد كده بشكل هرمي. تمام يا جماعه؟ وسن ايدك كده اهوت، ايدك مع سن الابره اهو يا جماعه. تمام كده يا جماعه، خدت التحصينه. تمام؟ حطها مكانها تاني. ماشي يا جماعه. المفروض يا جماعه الامبول دوت لما بيتفتح، الامبول ده يا جماعه بيتفتح خلال ربع ساعه، لازم الامبول ده يكون خلصان. طالما فتحته يا جماعه خلال ربع ساعه لازم يكون الامبول ده خلصان يا جماعه. ما بيطولش، لازم فتحته لازم يخلص خلال ربع ساعه. مش تقول بقى ايه ده انا عندي ارانب بحصنها بكره هحصنها بعده. لا يا جماعه، طالما فتحت الامبول لازم الامبول يخلص على طول يا جماعه. اهوت برضو معانا الانثى الثانيه. افضل الهواء كده يا جماعه اهوت. ماشي
اهم حاجه لان النص سنتي ده يا جماعه يعتبر ب 20 جنيه. فانت يعني حرص، لان غالي ان انت اللي توقعه على الارض يا جماعه. اهو يا جماعه اهو. تمام كده حصلنا ونستين. ماشي. يعني اهم حاجه التحصين ده مهم جدا، مهم جدا للارانب، لان ده الارانب اللي بتيجي تموت فجاه بتنزف دم من الانف، ده بيبقى ده سبب ان عدم التحصين الفيروسي. يبقى عدم يا جماعه التحصين الفيروسي. التحصين الفيروسي ده يا جماعه لازما منه، لابد منه يا جماعه. شيء طبيعي علشان تحصن يا جماعه الارانب. لازما تكون الارنبه يا اما والده يا اما العشر بتاعها اقل من 25 يوم، مثلا من 10 ايام لحد 20 يوم يا جماعه. يعني اكتر من كده لو عشر 25 فازيد ما تحصنهاش، ما ينفعش انك تحصنها. ماشي. عشر 5 ايام الكلام ده يا جماعه برضو ما ينفعش انك تحصنها. ليه؟ علشان خاطر ما يضرش الخلفه بتاعتها يا جماعه. لو انت بقى مستغني عن الخلفه يا جماعه عادي، ممكن ان انت تحصن عادي. ماشي. لو انت ما انتش عايزه مثلا مستغني عن الخلفه اللي انت التكسير انت مكسره، ممكن تحصنها في اليوم الثالث في اليوم الرابع من التكسير. تمام. فعادي مفيش اي مشكله. اما انت مثلا خايف على الخلفات وخايف على الاجنه وضامن الارنبه ديت عشار، تمام، شيء طبيعي لازما بتصبر شويه لحد ما توفق الارانب كلها مع بعضها، علشان ان انت ما تيجي تحصن يا جماعه كله مع بعضه. وادي تحصين التسمم الدموي اهوت. تمام. ده لابد منه يا جماعه، لان اعراض التسمم الدموي شديده جدا. الارنب بيموت في ثانيه. الارنب قدام منك سليم وكويس وتلاقي الارنب بيموت منك. ارنب يا جماعه تلاقيه كويس معاك وتلاقي الارنب بيموت منك يا جماعه، وانت فجاه تلاقي الارنب مات وما انتش عارف السبب ايه. بسبب عدم التحصينات يا جماعه. لان التسمم الدموي دوت تحصينه لابد منها. لازما ان انت تحصن تسمم دموي يا جماعه. اهو الموضوع سهل وبسيط. اهم حاجه ان انت لازم تتعلم ان انت ازاي تحصن وازاي ان انت تدي التحصينات بنفسك. ما تخليش حد ان هو يدي لك. ما انتش عارف تحصن، هات اي حد يكون بيعرف يدي حقن. قول له مثلا الماده اللي هي بتتحصن مثلا نص سنتي تحت الجلد يا جماعه اهو. تمام. بحيث ان انت برضه، لان يعني العلاج ده منه غالي ومش هتلاقيه. يعني ده لو خلص يا جماعه في الفتره دي، لان ده بيبقى موجود معاك في شهر 9. تمام. وفي شهر 3 طبعا ده يا جماعه لو خلص في الصيدليات ما انتش هتلاقي العلاج ده يا جماعه. فلابد ان انت تجيبه، وتحصن منه، علشان ده مهم جدا للارانب يا جماعه. ده التحصين الدموي الفيروسي، التسمم الدموي الفيروسي يا جماعه اهو. الذكر ده بيبقى جلده جامد شويه يا جماعه، فشيء طبيعي لازما ان انت تكون حريص وانت بتدي للذكر اهو يا جماعه. كده ادينا برضو للذكر يا جماعه. تمام. هندي بقى طبعا هنا برضو نقطه، ان دولت يا جماعه شمردات شبابيات لسه ما عشروش او لسه ما اتكسروش يا جماعه. دول شيء طبيعي لازما اللي انا اديله تسمم دموي لازما يكون اكتر من الشهرين. يعني شهرين وربع، شهرين و10 ايام، شهرين ونص يا جماعه ياخد تسمم دموي. اقل من شهرين ما ياخدش يا جماعه تسمم. يعني اقل من شهرين ما ياخدش علاج تسمم دموي يا جماعه، علشان نبقى احنا واضحين مع بعض وان المعلومه توصل للناس. الارانب اقل من شهرين ما تاخدش علاج تسمم دموي. اكتر من الشهرين يا جماعه، شهرين في ازيد، ده تديها علاج التسمم عادي مفيش اي مشكله منها. ويكون وزنها مثلا 2 كيلو وربع. تمام. 2 كيلو ونص يا جماعه، ده برده ما يضرش بحاجه. اما اقل من الشهرين يا جماعه بتكون صغيره، ما ينفعش ان احنا نديها تسمم دموي. طبعا يا جماعه كده المعلومه يعني يا ريت تكون وصلت، علشان اخواتنا وحبايبنا الناس اللي بتشاهدنا والناس اللي بتتابعنا اللي بتسال على تحصين التسمم الدموي يا جماعه، او التحصينه موجوده قدام منكم، وبنحصن كل حاجه قدام منكم علنا يا جماعه اهو. يعني كل حاجه بنحصنها قدام منكم، بنوريكم ازاي طريقه التحصين. يعني انت لازم تعرف انت تحصن بنفسك. بس بقى اسكت. الارنبه ديت منها لسه شمردها صغيره، فبتبقى صعبه شويه ان انت تتعامل مع يا جماعه.
بس اهدي 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 اهدي. اهم حاجه يا جماعه ان انت برضو تهدي الارنبه، ما تبقاش يعني غشيم عليه، علشان انت ما تحقنهاش غصب عنها وتحقن الحقنه غلط، تضيع التحصينه منك، فحرام يعني التحصينه غاليه، حرام انت تضيعها يا جماعه، انها تضيع منك كده في الفاضي اهو. بالراحه، هي كده كده هتقف لوحدها يا جماعه. كده خدت تحصينه يا جماعه تسمم دموي. يعني ارجو ان اكون قد افدتكم يا جماعه، وده معروف ان ده تحصين التسمم الدموي موجوده حاليا في الصيدليات ب 95 جنيه، لازم نديك معاها كيس تلج. ارجو ان اكون قد افدتكم، ارجو الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.